السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحة والسلامة. مرحبا بكم في فيديو جديد. تحياتي لجميع الإخوان والأخوات من هذا الفيديو. تصريح يهز العالم ويهز الرأي العام عن مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي اللي انتهت بنتائج وكذلك تحكيم اللي هو كارثي بعد خروج الحكم المكسيكي سيزار راموس اليوم بتصريح يهز العالم. قبل ما غندخلوا المفيد، ما تبخلوش عنا باللايكات وبالبارطاج باش نزيدوا نستمروا ونعطيو المزيد من العطاء. خروج الحكم المكسيكي سيزار راموس بعد الضجة اللي تقامت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن الفيفا اللي دخلات على الخط بعد ما تكلمات الجامعة أنه خرج بواحد التصريح اللي صراحة يقدر يكون بزاف الناس ما شافوش، ولكن اكيد نخلي لكم الفيديو في اول تعليق. بعد خروج الحكم المكسيكي بانه على الركلتين الجزاء اللي حيدهم المنتخب المغربي واعطاهم ككرة عادية للمنتخب الفرنسي. كنسولوه على كيفاش انك حيتي جوج ديال البينالتيات للمنتخب المغربي، وهنا قال لهم بعد ما كانت انتهت المباراة وبعد ما شفت هادشي كله راجعت المباراة من الأول إلى الأخير، وتما كي اكتشفت بأن فريمون حيدت واحد البينالتي الأول والبينالتي الثاني. البينالتي الأول الإخوان أنه قال كان شك في البيلانتي وكان تكلم مع حكام الفار، وتما كين قالوا له اعطي الاسبقيه للاعب لان راه ما فيهاش بيلانتي، وتما كين قالوا بان يعطي الكارت الاصفر لبوفال، وتما كان عطى الكارت لبوفال. وكذلك تكلم على الركله جزاء الثانيه اللي كانت ديال سليم املاح لما كان تشد في التيشورت ديالو وطاح الارض، اللقطه اللي كان كذلك محاصرة ليوسف النصيري واللي كذلك كان غيوقع على الارض. قال بان نفس هاد ضربة الجزاء انه كانت تعطات للمنتخب السعودي امام الارجنتين، وهذا الاخوان اللي كنا كنقلبوا عليه وكيقولوا انه كيتمنى ان الشعب المغربي والعربي انه يسامح. يعني الاخوان قالوا بان هذا ماشي مشكلته هو، قال بان مشكلة ديال حكام الفار، لان حكام الفار قالوا له لعب كرة يعني بلا ما يلتجأ للفار. لو انه كان عيطوا له يلتجأ للفار قال انه كان غيشوفها ضربة جزاء. اذا هنا الاخوان بدون انه ما يخرج او يخرج ولا ما يخرج هادشي لا يهمنا. اللي كيهمنا اننا شفنا منتخب مغربي قوي انه كان في نصف نهائي كأس العالم، واللي شفنا كذلك صحف أوروبية، شفنا كذلك حراس مرمى مثل كاسياس لأنه خرج بتصريح وقال في التدوينه ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في تويتر بان كيفاش هذه المباراه هذه كيحيد جوج بلانتيات وهذه الاخطاء الكارثيه في التحكيم. وهذا ما كان الاخوان. اتمنى ان الفيديو يكون وصلكم. تحياتي لكم بدون استثناء، نتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله. ديما مغرب.